مرحبا مرحبا يا مرحبا 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 بالعيد هي مرحبا مرحبا يا مرحبا 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 بالعيد سعيد هي مرحبا مرحبا يا مرحبا 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 بالعيد هي. جاهز للعيد حمود ها؟ ها؟ تكلمني؟ طبعا أكلمك. ليش في أحد غيرك في الغرفة مثلا؟ لكن لما ناديتني ما قلت لي أستاذ حمود. خلي عنك الرسميات الحين يا حمود. أنت على مدار 14 حلقة مرتاح من تصرفاتك؟ يعني هذه الفوقية اللي دايما تتكلم عنها مرتاح منها؟ هذا المسكين مهنا. أنا آسف أستاذ. عقدته. ما تناديه إلا فريش جرادويت. الفريش جرادويت. إحنا نتفهم إنه عندك عقدة من صراخ موزة الدائم. 2:30 تكون في البيت. ولكن إيش عذرك مثلا وأنت تخطب ميمونة تقولهم إنهم محظوظين فيك؟ أنت تعرف إنه الكلام يأثر يا حمود. شفت شو صار في إشاعة؟ من قطرات ماي في مكيف الناس خلوه إعصار. وأكيد شفت كيف ميمونة تأثرت بكلام عائلتها. وخليها لدقاقة نفعة. هي كانت بس تتمنى كلمة شكرا منهم. أنا أؤيد جدك في التعامل مع الموظفين ساعات بصراحة يا حمود. يعني ما معقول الموظف يقضيها سهر طول الليل قاينكم زيدان يشوف مباريات وفي المكتب يقضي نوم وما يخلص معاملات الناس. لكن ما أؤيدك أبدا في الشحنة السلبية اللي تعاني منها مرات. يعني طايح في الناس تنقد. ليش؟ الناس ما ناقصة نقد يا حمود. شوف هذا مسكين عبد الغفار ما في شغلة ما اشتغلها، حتى بودي جارد خلوه. وآخر شيء إيش يرد عليه أبو ميمونة؟ إذا ما ترجع ترى عادي ما منزين شغلك بصراحة. بس النقد الهادف يفيد أحيانا يا حمود. الملابس والموضة اللي ما يتقبلها المجتمع تستحق النقد، وأيضا اللي ما يحافظ على جمال البيئة والطبيعة في عمان يستحق النقد. تحس بخجل يا حمود ها؟ مرات كنت مظلوم بصراحة. يعني إيش ذنبك تنطرد من الجروب ويتهكر حسابك؟ أنا وانت نعرف يا حمود إنه قنوات التواصل الاجتماعي ممكن تتحول إلى مشاكل. شفنا شو صار في راشد مثلا، وولدك أحمد انضحك عليه مسكين بتغريدة. وولدك أحمد هذا نفسه اللي أقنع راشد إنه ما كل شيء يمشي بواسطة. بعد كل هذا يا حمود حبيت أقول لك وأقول أيضا لكل المشاهدين كلمة أخيرة باسم كل أسرة تواصل. كانت رسائل تخاطب العقول. أردنا لقلوبكم أن تكون لها مرسى، وقد نعاود الكر لمرات ومرات ومرات قادمة. كونوا بالقرب كعادتكم، وحتما سنظل على تواصل.